هو جاب شحنه يعمل فيها سبوبه، ينزل الصين يدفع 20 30 مليون جنيه، يجيب شحنه ويرمي. البطاريات زباله، مفيش سبير بارتس، الناس اشترت خلاص سنه سنتين البطاريات باظت خلاص، ده اترمى في الزباله. شاسيه بيتقطم وانت ماشي، رقبه بتتفتح، ومثلا كان مثال فيجوري الفي ار 300 اللي كان بيفتح حرفيا، بيفتح كده من قدام. البراندات، يعني انا شايف ان في مشكله في السوق دلوقتي، ان الناس اللي داخله تشتري جديد او تخش عالم الموتوسيكلات مش فاهمين فكره ان انت رايح تجيب مثلا موبايل ايفون، ولا رايح تجيب موبايل ايفون من قناه حبيشه. فالاسعار قربت، يعني مثلا تلاقي مثلا موتوسيكل اس واي ام ان اتش اكس مثلا، هو مش احسن حاجه، مثلا موتوسيكل نازل من شركه محترمه، عندها مصنع كبير، عندها اختبارات، لازم الموتوسيكل موجوده. بيعدي في يوروب اختبارات ليه وكده. عم نقيت تلاقي مثلا موتوسيكل تاني مش عارف كي تي ار او مش عارف ايه، موتوسيكل صيني بحت، مالوش مصدر، مالوش مله، ما عداش على اي اختبارات سلامه، بيتباع فرق السعر مثلا 5 6000 جنيه. فانت الفكره دي شايف ايه سببها؟ ايه سبب ان حصل اللغط ده؟ طيب بص يا سيدي، في البدايه احنا هنتكلم على سكوترات الكهرباء ولا هنتكلم على جهل الناس؟ انا عايز اكمل الاول على الحته بتاعت عدم المعرفه، ما هي دي هتوصلنا لحته ليه في سكوترات كهرباء بتتباع بشكل عشوائي جدا من ماشي. ماركات مجهوله. طيب في البدايه خلينا نتكلم عن جهل الناس. كلنا جاهلين في نقطة ما، محدش واعي بكل حاجة، بس في واحد جاهل بيسعى للمعلومة قبل ما يقبل على خطوة الشراء، وفي واحد جاهل ما بيسعاش للمعلومة، بيفتح أي فيديو يظهر له ده كويس يلا يروح يشتري ويلبس. فإحنا للأسف إلا من رحم ربي المصريين معروفين بالفهلوة، مهم. متفقين على المبدأ ده متفقين. للأسف يعني. فاللي بيحصل تاجر بيجيب شحنة اكس واي زد ايا كان، سكوترات كهرباء، سكوترات عاديه، موتوسيكلات، ويقوم شايف مين البلوجرز الكويسين اللي موجودين، تعالى خد لك 20، خد لك 50,000، خد لك 100,000 وظبط لي الدنيا. طبعا اللي بيفتح بيلاقي الفيديوهات دي قصاده، ده كويس، بيلاقي اكس وسين وواي وزد كلهم بيشكروا في نفس الموتوسيكل، يبقى الموتوسيكل ده كويس او السكوتر ده كويس، والناس بتروح تشتري. وبعد فتره يا التاجر بيبطل يجيب السكوتر ده تاني او الموتوسيكل ده تاني، او بيبطل يجيب له سبير بورت، فاللي اشترى عيني بيلبس، الريسيل فاليو بتاعت الحاجه اللي اشتراها بتبقى واقعه. واحنا بنتكلم في كاتيجوري، في ناس بتشتري حاجه معظمها رخيصه، فالناس دي على قدها، في اللي شاري بالقسط، في اللي عامل جمعيه، في اللي جايبه بابلكيشن تقسيط، فالدنيا بتبقى خربانه، فانتوا حتى الناس دي ما رحمتوهاش. بالنسبه لحاجه بس معلش اقطعك، بالنسبه للريسيل فاليو، كان معايا كيوي فيستا موديل 24، اشتريته ب 85,000 جنيه. تاني يعني اسبوعين بعد ما اشتريته قام نزل كان ابو حوا نزل سكوتر تاني اعلى منه، ونزل سعر الكيوي فيستا 15,000 جنيه. انت طيب متخيل؟ بص، دي وارد انها تحصل في اي حاجه، دي مالهاش علاقه بالتاجر قوي، يعني ما نقدرش نلوم التاجر فيها، بس في حاجات تانية انا اقدر الوم فيها التاجر دايركت، زي ايه؟ توافر قطع الغيار، توافر الموديل نفسه، والانتشار بتاع مراكز الصيانه. وللاسف الثلاث حاجات دول غالبا نسبه 90% مش موجودين في توكيلات مصر. يعني انا ما اقدرش اقول لك انا مبسوط جدا من التوكيل ده، انا اروح، يعني انا ما اقدرش اذكر اسم اقول لك انا هشتري منه السكوتر او الموتوسيكل ده وانا حاطط في بطني بطيخه صيفي. وقت ما اعطل هلاقي مركز صيانه قريب، هلاقي قطع الغيار بتاعته، وقت ما احب ابيع واعمل ابجريد هعرف ابيع. الثلاث حاجات دول مش موجودين في سكوتر ولا في تاجر ولا في وكيل في مصر، للاسف الوضع سيء جدا جدا جدا. اسالك سؤال، شايف امتى الناس هتبدا تسال هل الموتوسيكل ده عدى بشروط السلامه بره مصر، او عدى بالمعايير القياسيه للموتوسيكل، ايا كان اذا كان موتوسيكل 50 سي سي ولا موتوسيكل 1000 سي سي؟ لان من فتره وحتى الان بيحصل ان بتلاقي موتوسيكلات نازله مجهوله المصدر، وتلاقي مثلا بيحصل حوادث كارثيه منها، شاسيه بيتقطم وانت ماشي، رقبه بتتفتح، ومثلا كان مثال فيجوري الفي ار 300 اللي كان بيفتح حرفيا، بيفتح كده من قدام. والمكن الحلاوه اللي الشاسيهات بتاعته بقت دلوقتي في منها حاجات مضروبه وبتتقطم من الناس وهي ماشيه، في فيديوهات كتير قوي في الصعيد وكده، الناس بيبقى ماشيه بموتوسيكل ويتقطم منه نصين وهو ماشي. انت من شايف عند امتى الزور. الناس تبدا تسال تقول هو الموتوسيكل ده واخد شهاده ايه او؟ الناس مش هتوصل للمرحلة دي غير لما نرجع للخطوة اللي قبليها. يعني احنا النهاردة زي الخوذ كده في امريكا، ممكن الضابط يوقفك بره يقول لك وريني الخوذة، ويشوفها واخدة سيرتيفيكيشن اي سي اي ولا دوت، لو الخوذة مش واخدة يديك بينالتي، يديك غرامة. فاحنا بعاد قوي، فانت بتقول لي احنا الناس مش بنلبس هتسأل اصلا. ايه؟ احنا مش بنلبس اصلا. اه. فانت بتقول لي الناس هتسأل امتى عن السيفتي في الموتوسيكل؟ الناس اصلا الموتوسيكلات الصيني
التجار بيجيبوا لها قطع غيار ضرب الضرب، يعني اللي هو الصيني اصلا تيل الفرامل بتاعه ده صيني مضروب، فهم بيجيبوا ضرب الضرب. يعني الاس واي ام، معلش مع احترامي، الاس واي ام ماركه كويسه، وانا راكب موتوسيكل صيني بنيلي هو صيني يعني معمول للفئه الاقتصاديه، فتخيل الفئه الاقتصاديه معمول له ضرب. فانت جاي تقول لي اجراءات السلامه، لا، لما نوصل لمرحله ان قطع الغيار اصلا تبقى اوريجينال، مش اوريجينال يعني بتاعت بلدها، تيل الفرامل يبقى بنيلي الاصل، يعني هو مش زي البريمبو مثلا، تيل اس واي ام، بكره السحب بتاعت الاس واي ام، نلاقي الكلام ده موجود. ساعتها نبقى هنوصل لمرحله اجراءات السلامه، لان قطع الغيار المضروبه بتسبب، انا في وجهه نظري، مش اقل من 30 40% حوادث. النهارده فرده الموتوسيكل المضروبه بتعمل حادثه لانها الجريب بتاعها على الاسفلت وحش، تيل الفرامل المضروب بيعمل حادثه. البنيلي التي ان تي 250 فرده الكاوتش نازله فيها. انا مش عارف هم جايبين فرده الكاوتش دي منين، بس هي فرده الكاوتش دي جايه مناسبه لتربه المريخ مش لكوكب الارض والله. اقسم بالله، اقسم بالله بتزحلق في كل الظروف، ميه بس فيها رمله. ميزه، مش الفرده ما بتتاكلش يا جماعه، يعني الفرده مشيت عليها 50,000 كيلو، هي نفس الكونديشن، نفس الحاله الافتراضيه بتاعتها من اول كيلو، ملهاش هي ما دعوه بعوامل بتتاكلش وما الزمن. بتفرملش، يعني هي ما بتعملش الحاجتين، ما بتتاكلش وما بتفرملش. فقبل ما نتكلم على اجراءات السلامه والسيفتي تيستس والكواليتي كنترول في الموتوسيكلات اللي نزلت، نتكلم الاول ان الناس تراعي ضميرها في قطع الغيار، وما يبقاش في قطع غيار مضروبه، لان قطع الغيار المضروبه دي بتعمل حادثه. الجنزير المضروب ده لو ضرب، لو فلت منك وانت ماشي على سرعه عاليه، يا سيبك بقى ان هو يكسر لك حاجه في الموتور، هو ممكن يقلبك حرفيا. فقبل بقى ما نسال على دي، ربنا يكرمنا الاول ونراعي ضميرنا، يبقى في قطع غيار اوريجينال، او يعني ما تسببش حوادث موجوده في السوق، وابسطها الاتيال، فرد الكاوتش. الجنازير، فرد الكاوتش، الحاجات دي مهمه انا جدا. بحس برضو حته فرد الكاوتش تبقى استرخاص شويه من الوكيل. يعني مثلا انا بلاقي مثلا موتوسيكلات نازله بره، مثلا تبقى نازله مثلا نسخه مثلا تي في اس، هتلاقي مثلا النسخه اللي بتنزل بره تلاقي مثلا نسخه اي بي اس، تراكشن كنترول، مش عارف فرده الكاوتش تبقى سي اس تي، مش عارف ايه، تلاقي مثلا تنزل مصر بيجردوها من كل المعاني عشان ينزل في السعر ويكسب اكتر، ما الموضوع عشان ده فعلا فردتين مثلا ب $100 غير فردتين ب $10. الموضوع ده مش في الموتوسيكلات بس، العربيات في بعض الوكلاء هنا لو نزلوا بورشه هيشيلوا منها الايرباج عادي، يعني مفيش مشكله. هينزلوها تصات، في وكلاء كده يعملوا كده. فالتي ان تي 250 نازل بره، مفروض اي بي اس، ونازل اكيد ما فيهوش فردتين الكاوتش العجاب اللي هو منزلهم دول. للاسف احنا محتاجين الناس تفهم، لان الناس بقت النهارده بتدفع في الصيني 150 و200 و250 و300 الف جنيه. فانا النهارده دافع 300 الف جنيه في موتوسيكل صيني، مع احترامي لجماعه الصيني، انا راكب صيني وراكب ياباني، انا راكب الاثنين، بس احنا عمرنا ما نقدر نقارن الياباني بالصيني. انا مش موضوع متحيز للياباني خالص، ما انا لو متحيز ما كنتش رحت جبت صيني. ده ليه هدف وده ليه هدف، بس ما نبقاش عمي ونقول ان ده زي ده، كل حاجه وليها حاجه. العربيه البورشه سريعه ورياضيه وثابته على الارض، بس مش مريحه، ضيقه. عايز عربيه عائليه مش هتبقى سريعه، كل حاجه وليها حاجه. الصيني قطع غيار استهلاكيه بتتقلب بسرعه بس رخيصه، ينفع في الدليفري. ما ينفعش اروح اجيب موتوسيكل ياباني واشتغل بيه دليفري. بس ما ينفعش اقول برضو ان ده هيديني نفس الكواليتي. الناس دي بادئه امتى والناس دي بادئه امتى، والموتوسيكلات الصيني بقى لها قد ايه في السوق، والياباني بقى له قد ايه في السوق. نقطه معلش برضو، انت رايح جايب ايه من الصين؟ دي نقطه برضو. يعني بحس ان التجار بيروح يجيب اسوأ يعني اقول لك حتى الجوانتيات، الحاجات اللي هي البسيطه اللي يعني مش هتفرق معاك لو جبت حاجه هاي كواليتي، بس بيجيب اسوأ برودكت ينزله السوق لان هو مفيش غيره. بص، الدولار جه في فتره ما كانش مستقر، طالع نازل، الناس برضو مش عايزه تخسر قيمه فلوسها، بس ده ما يبررلكش ان انت تجيب اسوأ حاجه، خصوصا في حاجه ليها علاقه بحياه او موت. انت النهارده فرده الكاوتش المضروبه دي ممكن تموت بني ادم. صح. الجوانتي اللي انت بتبيع على انه سيفتي ده، وهو مش سيفتي، هيعوره، ممكن يعمل له مشاكل. فالفلتر المضروب اللي انت جايبه ده ممكن يسبب عمره الموتوسيكل الصيني، والراجل اللي شاريه بالقسط عشان بيجري على اكل عيشه. انا مش بقول لك اعمل ده في الياباني، يعني ما هو الياباني انا بتكلم ان هو حرام، بس بتكلم انسانيا جدا بقى، انت كده فجرت زي ما بيقولوا. فلازم الناس تبقى فاهمه، ولازم التجار يراعوا ربنا. صح. هي ملهاش حل غير ان احنا نراعي ربنا ويبقى عندنا ضمير. طب للأسف. الاسكوترات الكهرباء بقى، تعالى يعني نتكلم بقى دلوقتي في الاسكوترات الكهرباء. انت شايف العك اللي بيحصل ده من كل يوم موديل جديد، كل يوم مله جديده لسكوتر كهرباء، وبيتقال ان ده احسن سكوتر كهرباء ممكن تجيبه.
والبطاريات بتاعتها يعني. اول حاجه انا عندي رساله الى كل اب وكل ام، كل اب وكل ام رايح يجيب لابنه سكوتر كهرباء، سواء السكوتر اللي هو زي بتاع الاطفال اللي هو حرف ال ده، او السكوتر الكبير اللي هو زي السكوتر البنزين. لو سمحت السكوتر الكهرباء من اول اللي هو زي الحرف ال ده اللي كنا بنلعب بيه زمان واحنا اطفال، ده خطر زيه زي السكوتر الكبير. السكوتر الكهرباء مثلا خلينا ندي مثال، بيمشي سرعه 25 كيلومتر اللي هو زي حرف ال ده. سرعه 25 كيلومتر خطر. ده لطفل دي خطر جدا، لا لابس ركب ولا لابس كيعان ولا لابس خوذه. والطفل عظمه ضعيف ومش عارف يقف ازاي. السكوترات دي عجلها صغير جدا، دوسة فرامل دايما على طول بتلاقي اتقلب قدام، لان الوزن دايما بيبقى مرمي على قدام. السكوترات دي الفرامل بتاعتها معظمها في موديلات في منها باكن، بس معظمها بيبقى سلك، فالريسبونس بتاع الفرامل زي الزفت، فرد الكاوتش زي الزفت، فهي خطر. فمش معنى ان ابنك يقعد يزن ويقول لك اصل مازن اصل محمد جاب هات لي زي تروح تجيب له. انا عايز اقول لك على حاجه، واحد صاحبي كان سايق السكوتر اللي هو الحرف ال اللي هو تبع شركه مش عارف اسمها ايه كده بتأجر سكوترات. هو عمل بيه حادثه، دخل في رصيف، رجله دي اتقطمت وركب شرايح ومسامير حادثته من سكوتر. حادثته توصل زي الموتوسيكل العادي. مهم. فهو خطر. لو ابنك 12 13 14 سنه ومتهور وانت مش جايب له سيفتي ومفيش مكان صغير يسوق فيه، كومباوند بقى نادي بتاع، لا ما تستسهلش الموضوع وتقول له خد وتروح تجيبه له عشان تنزله من على ودانك. فده خطر زي الموتوسيكل الكبير. تمام. فرساله لكل اب وكل ام، لو سمحت السكوتر الكهرباء ده خطر على الطفل، ما ينفعش اجيبه له. الطفل مش فاهم يعني ايه وسرعته 25، وفي حاجات من اللي عامله زي حرف ال دي بتوصل سرعتها 45 كيلو متر. ده رقم رهيب جدا على حجم العجل كل ده. ما الوزن بيخف اصلا بتاع اللي راكب بيبقى اسرع. وبيجيبوه بيفتحوا السيفتي بتاعه في براندات مشهوره مثلا بتبقى عامله سبيد ليميت 25، يجيبوه يفتحوا السيفتي على حساب البطاريه عشان يجيب 30 و40، والعيال بتجري بقى مع بعض وتلاقي الحوادث رهيبه جدا. فهو خطر. طب الاسكوتات الكبيره بقى الكهرباء؟ السكوترات الكبيره الكهرباء، السكوترات الكبيره الكهرباء برضو التجار بيعملوا نفس التجار الكبار بيعملوه في السكوترات العاديه. هو جاب شحنه يعمل فيها سبوبه، ينزل الصين يدفع 20 30 مليون جنيه، يجيب شحنه ويرمي. البطاريات زباله، مفيش سبير بارتس، الناس اشترت خلاص سنه سنتين البطاريات باظت خلاص ده اترمى في الزباله. هي النهارده بتتباع على فكره. ايه بتتباع، سالت بيتكلموا في 15 20 الف جنيه البطاريه، السكوتر اصلا كله ب 30,000. بالظبط. هو السكوتر الكهرباء هو عباره عن بطاريه، البطاريه باظت ارميه وهات لك واحد جديد من الاخر. ومن المشاكل برضو ان انت البطاريه، هل الجهد بتاعها هيقدر يشغلك بقى في كل الاجواء الحر وان هي تبقى بتتشحن معاك كل يوم لا وكده؟ التجار ما بيجيب مستحيل. التجار اذا كان العربيات اللي بتخش مصر السبيكس بتاعتها ساعات ما بتبقاش مناسبه للاجواء المصريه. صح. فهل التاجر هيروح الصين يقول لهم انا عندنا درجه الحراره في الصيف بتوصل 47 مثلا في بعض المناطق، وفي الشتاء بتنزل لغايه مثلا 10 15، فانا عايز بقى سكوتر بطاريته تشتغل في الاجواء دي ومش عارف ايه؟ لا ما فيش الكلام ده. هو بيجيبوا ارض انواع البطاريات، ارض انواع الشركات، تجميع تحت بير السلم، بيعتمد ان هو يجيب ال 100 سكوتر يبيعهم. الناس بقى في الكومباوندات، الناس في الساحل مش عارف ايه، العيال الناس اللي بيضحك عليهم يفتكر ان هو كده هيوفر على البنزين ويجيبه يبيع بقول لك ويختفي. ايه، السكوتر ده لو جبته هتشحنه ب 3 جنيه بس ويقعد معاك اسبوع كده. عارف ما انت دفعت ال 50,000 جنيه في الاول فانت خلاص بقى. عارف الفيديوهات دي؟ لا 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 بصوا يا جماعه، قرار شراء سكوتر كهرباء لغايه دلوقتي في مصر غير مناسب. انا النهارده عشان اشتري حاجه بتتشحن في 6 ساعات مينيمم عشان تمشيني 100 كيلو، ده لو الرقم ده موجود. مفيش 100. لا خليني اقول لك ان انها هتمشيني 100 كيلو في 6 ساعات، والرقم ده اصلا مش موجود، بس خلينا نفترض مينيمم 6 ساعات عشان يمشيني 100 كيلو. والتوب سبيد طبعا بتقل كل ما الشحن بتاع البطاريه بيقل. تمام. الاختيار ده غير عملي بالمره، الا لو انا ساكن في كومباوند وشغلي جوه الكومباوند. خلاص، فاللي شغله جوه الكومباوند وساكن جوه الكومباوند يجيب سكوتر. على فكره هيبقى لذيذ. هيبقى لذيذ اللي هو تشحنه مثلا مره كل 3 ايام ولا حاجه ولا 4. هيبقى لذيذ. انما شغلي في وسط البلد او بقى ويفصل مني شحن واروح اقعد على القهوه 5 ساعات عشان اقومه عشان اعرف اروح البيت، اختيار غير موفق بالمره. انا اصلا شايف ان العربيات نفسها الكهرباء لحد دلوقتي في مصر فكره فاشله. انا امبارح كنت عند تشيل اوت، انا بجد شفت ناس محترمه جدا، ناس لابسه بدل كده وبنت ناس جدا، ويعني قاعدين متقدرين في العربيات بيشحنوها. بص برضو التجار بيستنصحوا. انا بشوف عربيات كتيره جدا دلوقتي كهرباء مجهوله الهويه وشكلها فضائي، يعني هي شكلها مبهر اكتر من براندات العاليه، البورشه والفراري والحاجات دي كلها.
بس هي الفكره، طب وبعدين مهم. قطعه الغيار فين؟ مين اللي بيصلح؟ مين اللي بيعمل؟ ففي فهلوه دايره في الموضوع. وانا في رايي العيب في الاول وفي الاخر على المغفل اللي بيروح يشتري. ما هو المشكله برضو ان انت تبقى داخل مجال جديد مش عارف. خلاص يبقى اسال، ادو ماي ريسيرش في شات جي بي تي، في جوجل، في اسال ناس اشترت، خش على جروب الناس اللي اشترت، يا جماعه ايه رايكم؟ ايه تجربتكم؟ اسال. انما احنا بنكسل نسال. هو المشكله كلها في فكره ان انت دلوقتي بقت الحياه ماشيه ازاي، يعني انت بقت اغلبها السوشيال ميديا هي اللي بتاثر على قراراتنا. فانت تلاقي نفسك ان انت بتشوف فيديوز او بتشوف ناس بتتكلم عن الحاجات دي بطريقه بتبيع لك تعالى اتفضل الحاجه. معانا. انت اسمك ايه؟ حمزه. تعالى يا حمزه اقعد سوا. ماشي. تلاقي الناس بتبيع لك الحاجه بطريقه في الفيديوز اللي هو دي احلى حاجه. والفكره بقى في حاجه، ان انا دلوقتي واحد اداني مثلا 20000 جنيه. صوتك بيرن ما شاء الله. اه واحد جه اداني مثلا 20000 جنيه وقال لي يا زياد قول ان السكوتر ده حلو. انا دلوقتي لما اقول السكوتر ده حلو ومثلا 100 واحد يشتروه، انا شلت ذنب الناس دي اللي هو ان هم خسروا فلوسهم بسببي حرفيا. ده حاجه زي مثلا المضاربه. انا شايف كده، انت خسرت ناس فلوسها. بص اللي بيعلن عن منتج سيء مش فارق له، وفي كتير منهم بيعمل دعايه وهو بيبقى عارف ان المنتج سيء وبيقول لك مش مشكله يولعوا الناس. فانا من موقعي هذا بقول لك اهو، انا لو جيت في يوم من الايام بقول لك الموتوسيكل ده كويس، انا كاحمد صميده اشتريه، دور ورايا. انا بقول لك اهو دور ورايا، ما تصدقنيش، دور ورايا. نفس الكلام بقوله على زياد. لو زياد بيقول لك السكوتر ده كويس، الموتوسيكل ده كويس، دور وراه. ليه بقى؟ لان انا ما عنديش القدره ان انا اتحمل مسؤوليتك لو انت اشتريت الموتوسيكل وطلع غير مناسب ليك. لو هو الموتوسيكل كويس بس على حظك طلع غير مناسب ليك، طوله مثلا، الارتفاع، وزنك يعني مليان شويه فالموتوسيكل مش مستحملك، انا هاجي اديك الفلوس اللي انت دفعتها، انا هاجي اعوضك على الخساره، زياده هيجي يعوضك على الخساره؟ لا ده مش هيحصل. فعشان كده اي حد يقول لك اي حاجه دور وراه. طرق التدوير كتيره، عندك جوجل، عندك شات جي بي تي، عندك الجروبات، الناس اللي اشترت، مش عايزين نقول لبست، الناس اللي اشترت، خش اساله مساء الخير، ايه اخبار الموتوسيكل ده؟ كويس هو وحش؟ المشكله بقى في عامل ايه حاجه بقى، معاك؟ المشكله في حاجه. دور ما طب تكسلش. هقول لك على حاجه، المشكله برضو ان الناس لما بتلبس بتحاول مش بتحاول تلبس مش الناس. كل الناس، في ناس عندها ضمير وبتخش تقول لك لا ده وحش. يعني في ناس بتعمل كده وفي ناس ما بتعملش كده. وعلى فكره برضو انا شايف ان بره مصر ماركت كبير قوي ان انت تسال فيه، اللي هو مثلا يعني موتوسيكل نزل جديد مثلا، روح شوف الفيديوز بره مصر بيقولوا عليه ايه. لان انا ببقى شايف ان هم بره عشان هم عندهم ستاندردز فبيقدروا يقارنوا يعني مثلا زونز، اما بييجوا يقارنوا مثلا زونز تلاقي مثلا اللي طالع عامل فيديو يقول لك انا شايف ان هو حلو مقارنه مثلا بالبي ام دبليو مش عارف الايه، هو يعتبر بيديك قيمه ايه مقابل سعر مش عارف ايه بتاع. بس لو ساق مثلا حاجه زي الفيجوري يعني مش عارف. هيقول لك ايه العجله اللي انا راكبها دي؟ بالظبط. ماشي. يبقى خلينا نكون متفقين ان العيب على اللي بيشتري. انا دي وجهه نظري. طبعا التاجر غلطان او اللي بيعمل فيديو بيضل فيه الناس غلطان، بس اللوم في المقام الاول على اللي بيشتري لان هو المتضرر الاول. فلو سمحت يا جماعه نهايه كده، اي حد يطلع قدام كاميرا يقول لك اشتري ده، اعمل ده، دور وراه. ما تفترضش سوء النيه، بس دور وراه. اسال واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وما يبقاش الريفرنس بتاعك واحد تاني بيقول على نفس الموتوسيكل، لا يبقى الريفرنس بتاعك اراء ناس ركبت. كلم الناس اللي اشترت البرودكت، خش على جروبات الفيسبوك، الموضوع بقى مفتوح دلوقتي، مبقاش صعب. خش على جروبات الفيسبوك اسال، ها ايه الاخبار؟ شاريه بقالك قد ايه؟ عملت بيه قد ايه؟ اخبار قطع الغيار ايه؟ والله لقيت الدنيا حلوه، الراجل ده كلامه صح، توكل على الله. الدنيا وحشه، لا الراجل ده كذاب. بس كده. انا شايف ان احنا النهارده يعني ناقشنا كذا نقطة يعني حساسة شوية، وخلينا نتكلم في مواضيع اكتر الفترة دي بجد عشان نوعي الناس اكتر انا نفسي السوق ينضف. وانا بس انا نفسي صعب. السوق ينضف. صعب لان هو بايظ في حاجات كتير يعني مش السوق هينضف لو الناس بقى عندها وعي، ده حقيقي. لو الناس رفضت، لو الناس عملت شكاوي في حمايه المستهلك. لما تشتري موتوسيكل وما تلاقيلوش قطعه غيار، ارفع سماعه التليفون، خش على الفيسبوك، اعمل لهم فضيحه، سيح لهم انا شاري موتوسيكل صيني ب 200,000 جنيه ومش لاقي له فلتر. سيح لهم على الجروبات، ابعت لنا احنا احنا هنظبط، ما تقلقش. احنا جايين ننضف السوق. اي حد عنده مشكله في اي موتوسيكل بس تكون مشكله حقيقيه وبما يرضي الله، يجي واحنا نعمل له حلقه. اتفقنا؟ انا جامد الموضوع ده. خلاص. اي حد بيتضايق من اي حاجه وليه حق في موضوع الموتوسيكلات ده من ظلم واهمال في التوكيل او قطعه غيار او اتنصب عليه في حاجه، يجي ويتفضل قدام الكاميرا ويحكي قصته وينور. اتفقنا. ماشي. الشمس راحت. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام. سلام.